اليوم راح احكي لكم قصتي. انا زلمه متجوز، عندي 3 اولاد، عايش حياة مرتاحة. مرتي الحمد لله، يعني مرتي مريحتني كتير، بنت عالم وناس، صاحبة اخلاق وادب. ومقابلنا نحن سكننا ببناية جديدة، نقلنا بسبب البيت القديم، انه حبينا نغير البيت القديم، كتير فيه مشاكل. نقلنا على البناية الجديدة، فدقت علينا جارتنا بحجة انه لازم شوية سكر، لازم شوية شاي. فصارت كل شوي والتانية لازم يكون شي، ما لازم يكون شي، من هون من هون، شي لازم رغيف خبز، شي لازم قرن فليفلة، شي لازم معلقة، شي سلاتة. كل شوي تدق الباب. مرتي عندها ثقة عمياء فيني، يعني بتشك بالدنيا كلها الا انا. يعني اذا بتشوفني بعينها انه عم بحكي مع وحدة تانية، فبتقول معناتها عم بعمل لها خدمة او شي، يعني ثقة عمياء جدا. فجارتنا بكتشف بعد فترة انه هي مطلقة يعني. فصارت جارتنا تلمح لي انه بدي احكي معك على انفراد، بس طلعت زوجتك من البيت، اذا في مجال نحكي مع بعض، او اعطيني رقمك الواتس او خذ رقمي. وانا محتار، هي يعني صحيح مطلقة، بس هي اصغر من زوجتي تقريبا 12 سنة، وهي في جمال ما شاء الله، ما شاء الله، هيك جمال، طول، بياض. هي فتنة، يعني فتنة، يعني كاملة الأوصاف، لا توصف. فأنا ترددت كتير، بس يعني الشيطان لعب بعقلي. أعطيتها رقمي وصارت نحكي على الواتس بالليل. بس صرت أنا هون شوي شوي أهمل مرتي وولادي. ما بقى انتبه إذا البيت ناقصه أغراض، إذا المرة زعلانة ما هي زعلانة. يعني كنت أول انتبه عليها إذا أحسن مثال صيفني بشي محل أو حزينة، اخدها بنطلع نقعد على شط البحر شوي. البحر هون قريب علينا نحن صاير، نقعد اخليها تشكي همومها للبحر. يعني بجوز هي عندها هموم ما بدها تحكي لي اياها. فجأة يعني تغيرت حياتي كلياتها. وهي مرتي بلشت يعني تسألني ايه صاير معك، ايه صاير عليك، انت ما كنت هيك. كنت دائما يعني تسألني ايش بك، ليه زعلانة، ليه مهمومة. صار لك 3 أشهر ما نزلتني على البحر. نحن كنا كل شهر، كل 10 أيام، كل أسبوع ننزل نقعدنا 2-3 على البحر. قلت لها ما في شي، يعني ضغط شغل وعمل. فهون جرحتني بزيادة، انه قام سويت لي فنجان قهوة وقالت لي طول بالك يا ابن الحلال، حياة عسر ويسر، كل شي بهالدنيا بهون، المهم صحتنا علينا وعافيتنا علينا والله رزقنا. ايه هون انا مسحت رقم جارتنا الصراحة. يعني قلبي وجعني انه هي عم تعاملني هالمعاملة هي، وانا اعاملها هالمعاملة هي، ما زبطت معي. المهم نحن نايمين الساعة 2 بالليل، بتدق علينا الجارة. قامت مرتي يعني انصدمت انه جارتنا على الباب عم بتدق علينا بعجلة، وهذا لك ايش في؟ قالت لها خير. قالت لها تعبانة كتير، بدي اروح على المشفى وما في حدا يوصلني. قالت لي خطي، خدها وصلها على المشفى، بتكسب فيها اجر. انا ما بدي، متردد. قلت لها اتصلي بالاسعاف، يعني هلا بدق لك الاسعاف. قالت لي بتحمل ما يجي الاسعاف، بجوز اموت. مرت لي خطي. قلت لها مرتي طيب امشي معنا. قالت لي والاولاد نايمين خطي. يعني انا اقتنعت، يعني الاولاد كمان خطي. قلت ايش منصاب، نبهت له وخلاص، يعني اقطع العلاقة. طلعنا لبرا، طلعنا بالسيارة، شغلت السيارة، بدنا نمشي ولا ما فيها شي. قلت لك يا بنت الحلال، انا زلمة متجوز، ما هرجيك مشاكل، مرتاح ببيتي، مرتي بنت عالم وناس، وصاينتني وصاينة بيتي، ومديرة بالي على الأولاد، عم بتربيهم وبتدرسهم، ومرتي دارسة. يعني مرتي دكتورة طبيبة أسنان، بس ما عم تشتغل بشهادتها، مكرسة حياتها كلها للأولاد. يعني أنا يستحيل أخونا. فقام قالت لي يعني أنا ما نتد بشي خارج الشرع، إنه بتكتب كتابك علي، بتعطيني من وقتك اللي بتحسن عليه، بالنهار ساعة، نص ساعة، بالجمعة ساعة،
بالجمعة يوم انت حر، يعني حفظاتك. قلت له طيب ما بصير، يعني نحن بنفس البناء، يعني اذا بدي اغيب انا حجة اغيب انا. ما في يوم بتذكر اخرت بعد موعد عملي على البيت، يعني كان موعد دائما، يعني بفوت الساعة 7 المساء ماكسيمون. يعني ما بتذكر يوم فت على البيت بعد الساعة 7 المساء، 6:30 6 7. قالت لي نهار بتعطل بتجي لعندي. قلت لها تعتبر خيانة، يعني أنا زوجتي كتير غالية علي، بس كمان هي جميلة جدا، يعني ما حسن تقاوم جمالها، يعني هي في جمال رهيب. فكلمة من هون كلمة من هون قنعتني. فقلت لها اعطيني اسبوع افكر بالموضوع، بتمنى بالاسبوع ما تضغطي علي. قالت لي تمام. طول الاسبوع هي تبعت لي على الواتس، وانا فكيت الحذر عنها هون. ايش صار معك؟ ما فكرت، قلت لك. وانا هون يعني صرت بين نارين. هي عم تحكي منطق ما في شيء، يعني ربنا حرمه شيء شرعي، وكمان بطلع انه اللي جنبي، يعني انا يستحيل اخونا، لان هي ما قصرت بحقي ولا شيء بسيط يعني. فهي بتفيق معي الصبح بكير، بتجهز لي قهوتي، بتطمن علي، بتكوي لي اغراضي، بتغسل لي اغراضي، بتسالني اذا لازمني شيء، اذا تعبان، يعني اي شغلات، يعني تفاصيل جدا بسيطة هي حفظان تحفظ. بس اهتمامها يعني بالعيلة اكتر ما اهتمامها فيني. وهديك كان هم الغزل واللسان الحلو والكلام الحلو، يعني ما هي متفضية لا عندها شغل بيت، لا عندها أولاد، لا مسؤوليات، ما عندها شيء غير أنا. فقلت أستشير، يعني الواحد لازم يستشير أصدقائه، معارفه، قرايبينه، العالم اللي بيعرفها بيثق فيها. فقلت أول شي بسأل الشيخ. في عنا بالحارة شيخ كبير بالعمر وعنده خبرة طويلة بالحياة. فرحت لعند الشيخ، قلت له يا شيخ هيك القصة، ايش اعمل؟ قال لي الشيخ اذا تجوزت مو حرام، بس يفضل انك تعرض الفكرة على زوجتك الاولى، بجوز تتقبل الموضوع، يعني اذا هي بتحبك كل هالشي. فقلت له يعني يستحيل افكر بالموضوع تفكير مجرد تفكير فاتحة، لان هي يعني ما يترك لي حجة، ما في سبب. المهم ما بطول عليكم بالسيرة. فرحت عند احد اصدقائي اللي متجوز 2، يعني قلت هذا صاحب خبرة. فسألته يعني هيك عم بصير معي القصة اللي عرفتوها انتو، مشان ما ارجع عيدها. فقال لي يا صديقي ما بنصحك. قال لي انا زوجتي كانت مأثرة علي شوي، يعني مو كتير، يعني مو مثل ما الوضع معه. قال لي بس تجوزت الثانية لأسباب، يعني قال لي بس خسرت الأولى خسارة تامة، والثانية ما عندي ارتباط فيها، يعني ما عنا أولاد، ما عنا ذكريات مع بعض. بس قال لي الأولى عنا ذكريات. قال لي يعني طلعت الثانية أنا ورجعت للأولى، بس خلص يعني قلبي انكسر، ما بقى مثل أولي، ما بقى في لهفة علي، ما بقى تستناني إذا جيت لما جيت عادي. الأولاد يعني شافوني جرحت أمهم أذيتها، فالأولاد ما بقى يتقبلوا، ما ضل هاللهفة إنه بابا أجي، بابا جاب، بابا عمل. خلص صارت فوتي ميتة طلعتي ميتة. فقال لي الحياة بشكل عام ماتت. أنا هون محتار، يعني إنه أكمل أخذها بالسر، لا من شاف ولا من دري، إلا يعني أطالع من حياتي. الصراحة يعني أنا أول فيديو بنزله على اليوتيوب، يعني بتمنى إنه هيك يجيني أصدقاء يقولوا لي أو ينصحوني أو يشيروا علي، يعني القصة اللي محتار فيها أنا، يعني إنه إيش لازم أعمل. يعني بتمنى منكم إنكم تدعموني بالأجوبة اللي عندكم أو الاقتراحات اللي عندكم، لأني يعني أنا إنسان سعيد جدا بحياتي، بس هالمرأة دخلت على حياتي يعني. وهلا أنا عمال بستنى تعليقاتكم، رح أقرأ كل التعليقات تشوف يعني الحل الأنسب إن شاء الله بالجزء الثاني.
رح أقول لكم عن الحل اللي خسرته. تصبحوا على خير.